وثيقة عثر عليها في السليمانية في جنوب كردستان، دونت على جلد الغزال، يعود تاريخها إلى أيام الغزو العربي لكردستان. فيها أبيات شعرية كتبت باللغة البهلوية الكردية القديمة، وتقول: الترجمة: دمرت المعابد وأطفئت النيران، كبار القوم اختفوا عن الأنظار، ظلام العرب خربوا كل شيء، كل القرى إلى شهرزور، سبوا كل النساء والفتيات، ومرغوا الشجعان بدمائهم، الدين الزرادشتي بقي بدون مريدين، إن الرب لا يرحم أحد قط. كانت هذه أبيات شعرية قالها أحد الكرد إبان الغزو العربي الإسلامي لكردستان، مقتطف من مقال الأستاذ محمد المندلاوي، إعداد سردار رامان.